مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا، رب تكونوا بالف خير. النهارده جايه لكم بشقه جديده كده في الاسكان الاجتماعي. الشقه دي يا جماعه تشطيب شركه الشرق، تشطيب المهندس اسلام جمال. فيها فكره جديده في غرفه الاطفال وغرفه النوم، هتعجبكم جدا جدا وهتستفيدوا منها، وعامل فيها شغل جميل جدا. وهسيبكم بقى يا جماعه مع المهندس اسلام جمال، هيشرح لكم كل تفاصيل الشقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين شركة الشرق تشطيبات والمقاولات والتسويق العقاري. مع كل حلم هدف، ومع كل هدف بداية، ومع كل بداية حكاية جميلة في شقة هنشوفها النهاردة في الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان. الشقة دي بفضل اللي احنا قدرنا ان احنا نفرشها بعد ما شطبناها علشان نشوف تفصيلة في الشقة بإذن الله. عايزكم الأول تشوفوا فرش الصالة عامل ازاي، لأن في ناس كتير بتتعب في موضوع فرش الصالة في الإسكان الاجتماعي. لو لفينا بالكاميرا بتاعتنا بحيث انها تجيب فرش الصالة كله، قدرنا ان احنا نحط الترابيزة الست كراسي في منتصف الصالة، قدرنا ان احنا نحط البوفيه بتاعنا ركب عادي اهو زي ما حضراتكم شايفين. قدرنا ان احنا نحط الشازلونج، قدرنا ان احنا نحط الكنبة بتاعتنا بسرير، البف بتاعنا، التكييف، كل ده قدرنا نعمله في الصالة بتاعة الإسكان الاجتماعي. أنا عايز حضراتكم برضو حتى المكتبة نفسها اتنفذت بالشكل المطلوب المودرن الحديث اللي هو كان حابب ان هو ينفذه. حابب برضو ان انا اكلمكم في حاجة كمان. قدرنا نعمل الجبسن بورد بالسي ان سي بالكهرباء بتاعته بالكامل. قدرنا ان احنا نغير شغل الكهرباء بالكامل بتاع الشقة، تفصيلة في الشقة هنتكلم عليها بإذن الله. التكييف، مكان التكييف ومخرج التكييف ده أساسه في شقة الإسكان الاجتماعي، وده أفضل مكان له. بعد ما ركبنا التكييف أنا كان عندي شغل للكهرباء كاملة للشقة، يعني احنا زودنا فيش للشقة بالكامل وغيرنا الفيش كلها. قدرنا ان احنا نزود فيش في كل ركن من اركان الشقة. الجبسن بورد معايا، قدرت ان انا اركب الاسبوتات بتاعته. شكل الجبسن بورد معايا كان شكل بيت النور، حاجة سيمبل خفيفة بسيطة كده لطيفة. اختار العميل برضو الدهان الفانيليا لاتيه. الدهان الفانيليا لاتيه ده يا جماعة المفروض ان احنا صاحب الشقة العميل جابه عن طريق الشحن من الخارج. فضل ان هو يجيب نوع دهان من خارج مصر كان افضل بالنسبة له. ولما استخدمنا الدهان، كان اول مرة نستخدم الدهان ده، لما استخدمنا الدهان لقيناه حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة جامدة جدا. في فرق شاسع ما بين دهان بره وما بين دهان هنا. طيب مش موضوعنا. قدرنا ننفذ المطبخ الامريكي زي ما حضراتكم شايفين كده. لما نيجي ننفذ المطبخ الامريكي في حاجة مهمة جدا لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها، وايه هي؟ ان انا لما اجي اكسر ال90 سنتي اللي تحت، لما اجي اكسر ال90 سنتي السفلي اللي تحت دول، دلوقتي انا كسرت وقفت على 90 سنتي. بعد ما وقفت على 90 سنتي اعمل ستوب، ما كسرش تاني. ليه؟ لان انا عندي المطبخ من جوه ارتفاعه 90 سنتي، ف90 سنتي مع 90 سنتي الكاونتر اللي بره، الاتنين هقدر احط عليهم رخامة متر بالعرض اللي حضراتكم شايفينه. وهو ده الافضل، هو ده الاحسن. لما اجي انفذ مطبخ امريكي لازم الرخامة بتاعتي تبقى بالمنظر ده، اقل من كده مش هقدر استفيد منها في حاجة. وصلنا الكهرباء بتاعتنا، الثلاث دليات بالارتفاعات المختلفة، اختيار العميل. المطبخ الداخلي لسه مكملش، تنفيذ شركة المهندس للألموتال. المفروض ان هو هينفذ باقي المطبخ بتاعه بكرة. طبعا قدرنا ان احنا كل سنتي في المطبخ نغطيه ببديل الرخام. غطينا المطبخ بتاعنا ببديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين. انا عندي بعد ما اركب المطبخ بتاعي كله مش هيبان اي حاجة من المطبخ غير المطبخ بتاعي وبديل الرخام بتاعي، فهيظهر شكل المطبخ فعلا تحفة فنية في الاخر. وطبعا احنا بنركز قوي
في شغل المطبخ. ليه؟ لان المطبخ هو حياة الشقة كلها، لان المطبخ طبيعي ان بتقف فيه ست البيت، ولطالما ست البيت اللي بتقف في المطبخ يبقى هو الحياة بتاعت المطبخ كلها. نقدر نخش جوه شويه بشويه. عملنا سي ان سي في الطرقه، عملنا بديل عملنا جبسون بورد السبوتات بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. حتى الابواب بتاعت الشقه يا جماعه، الابواب بتاعت الشقه غيرنا الدهان بتاعها، كان لونها ابيض، غيرنا الدهان بتاعها، ركبنا الميتال علشان الميتال الذهبي زي ما حضراتكم شايفين كده. بالنسبه لغرفه الاطفال زي ما حضراتكم شايفين، طبعا ركبنا الالوميتال في الثلاث شبابيك يو بي في سي نوع الالوميتال. الشباك من الخارج عادي مفيش مشكله زي ما هو. بنركب الالوميتال بتاعنا من الداخل بعد ما فرشنا الاوضه بتاعتنا. طبعا العميل اختار لون الاوضه ابيض. بعد ما نفذنا لون الاوضه ابيض، بصراحه شكله خطير جدا. يعني انا نفسي يعني انبهرت بشكل الابيض. كنت دايما لما باجي بنفذ الابيض بديله سنه وايت، يعني ايه، سنه رصاصي كده، فبتديني سنه وايت بسيطه، يعني سنه وايت بسيطه، فبيبقى شكله حلو. لكن ابيض دي اول مره ان انا انفذها، بس بامانه طلعت حلوه. خدت السريرين مع الكومود في المنتصف بالمرايه بتاعته. الاوضه دي مساحتها جميله يا جماعه على فكره. سريرين مرتاح خالص، والسرير معانا 1.20 متر مش 1.10 متر. حتى الغرفه اللي بعديها برضو عايزين نبص عليها. الغرفه اللي بعديها عملنا فيها تعديل جميل. التعديل اللي احنا عملناه في الغرفه دي ان احنا خدنا من الاوضه بتاعه الماستر المساحه دي خلتني اعمل دولاب. خدت من الاوضه اللي هناك مساحه خلتني اعمل دولاب في المنطقه دي. تمام. اداني ضرفه هنا كبيره، ضرفه الدولاب هنا كبيره. كمان قدرت اعمل خزنه علويه بثلاث جرارات، اقدر اعمل فيها خزين، سجاد للبيت بقى، مراتب، سجاجيد، اي حاجه اقدر انفذها. طبعا الاضاءه هنا مش واضحه قوي، الكشاف لسه مركبش. طبعا الفكره دي هتوضح اكتر في الاوضه الثانيه، يعني حابين برضو نبص عليها في الاوضه الثانيه. هتوضح اكتر. اوضه الماستر بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لاصحابها يا رب. ده كان منظر اوضه الماستر، لقطه كده بالموبايل للاوضه كلها. كان منظر اوضه الماستر بالفرش بتاعها. لما وسعنا اوضه الماستر، عايز اشرح لكم التوسيع بتاع اوضه الماستر. هنا يا جماعه كان في حيطه، الحيطه دي مكمله معايا لحد بدايه الشباك. الحيطه دي كانت ماشيه كده، الحيطه دي اتكسرت، دخلت جوه 90 سنتي. الحيطه دي لما اتكسرت دخلت جوه 90 سنتي. ده خشب، ده الخشب بتاع الدولاب اللي جوه، خشب الدولاب اللي جوه. قدرت افرش باللي انا عملته ده بقى، قدرت افرش كويس. الاوضه بتاعتي وسعت، فبقيت اقدر ان انا استفاد من الاوضه بتاعتي. وبالنسبه حتى كمان التشطيب العلوي، رسمه السقف اختلفت معايا. الاسبوتات، يعني وسع الاوضه، وسع معايا كل حاجه. لو حابين برضو نكمل شغل ونبص على الحمام، غيرنا الحمام بالكامل اتغير معانا. طبعا كان مكان الحوض هنا نقلناه في المنطقه دي علشان اقدر اركب له المرايه بتاعته. تمام. مكان التواليت كان في مشروع ان احنا نغير مكان التواليت من هنا لهنا، وكان بالاستطاعة على فكرة، بس رجعنا في القرار تاني وقلنا خلاص هنحتفظ بمكان التواليت هنا زي ما هو. الوحدة، يعني الكاميرا لو تيجي هنا كده عشان تجيب شكل الوحدة، كاميرا لو تيجي هنا تصور من هنا كده عشان تجيب شكل الوحدة السفلية المعلقة، شكل الوحدة السفلية المعلقة. تمام. البانيو بتاعي ده يا جماعة 140. البانيو بتاعي ده 140. تمام. البانيو بتاعي ده 140، ف 140 كويس جدا. الدش العلوي، الدش ده برضو كان استيراد من الخارج، ميد ان جيرماني. برضو صاحبه عمل بيه طلبية من الخارج، عمل بيه اوردر من الخارج وجبناه. الشقة كده تفصيلة احنا اتكلمنا فيها.
برضو حابب ان احنا اوريكم حاجه في المطبخ ما شفناهاش. ده تشطيب المطبخ من الداخل. طبعا البيلت ان لسه مركبش، هو البوتاجاز تشطيب المطبخ بتاعي من الداخل. ففعلا يعني ان شاء الله لما بقيه المطبخ يركب هيبقى فيه اختلاف كبير جدا. كان معكم مهندس اسلام مجدي، شركة الشرق للتشطيبات والانشاءات والتسويق العقاري، مهندس محمد الجبري، مهندس عبد الله. شكرا لحضراتكم.